عندها اكتر من طفل اكيد سمعت الجمل دي: انتي بتحبي اخويا اكتر، هي ليه واخده لعبتي، ليه هو بيخرج وانا لا. وساعات الجمل دي بتبقى صدمه، بتحسي انك بتعملي كل حاجه بعد بس لسه في غيره. تعالي نغوص سوا جوه مشاعر الطفل ونفهم هو بيغير ليه، ونعرف نحلها ازاي من غير ما نكسر قلب حد فيهم. اميره بتحكي بتقول ان عندها بنتين، ليلى 6 سنين وجنى 3 سنين. كل مره اميره تلبس جنى فستان جديد ليلى تتنرفز وتقول ليه هي بس اللي بتجيبوا لها هدوم، ولو جنى خدت لعبة ليلى بتصرخ دي بتاعتي، هي دايما بتاخد حاجتي. في الاول اميره كانت بتتعصب وتقول لليلى انت الكبيره عيب عليكي ما تغيريش منها، لكن ليلى كانت بتغير اكتر وساعات تقعد تعيط لوحدها، لحد ما اميره بدات تلاحظ ان ليلى مش وحشه، ليلى موجوعه من جوه. يعني ايه غيره اطفال؟ الغيره مش معناها ان الطفل اناني، الغيره معناها انه حاسس انه مش محبوب كفايه او ان حد تاني بياخد مكانه، ودي مشاعر طبيعيه جدا خصوصا لما يبقى في اخ او اخت جديده في الصوره. اسباب الغيره بين الاخوات: اولا الاهتمام الزايد بطفل واحد، لو الطفل صغير بيتدلع اكتر او بيقضي وقت اطول مع ماما، الطفل التاني ممكن يحس انه مهمل. ثانيا المقارنه: بص اخوك شاطر ازاي، اختك ما بتعيطش زيك. الكلام ده بيحفر غيره في قلب الطفل وبيخليه يكره اخوه بدل ما يحب. تالت حاجه العدل اللي مش واضح: انت ممكن تكوني عادله فعلا بس الطفل مش شايف ده، هو شايف ان اخوه خد اكتر او خرج اكتر او اتحضن اكتر. الغيره الطبيعيه من الاختلافات: الولد ممكن يغير من اخته علشان شكلها، او الطفله تغير من اخوها علشان بياخد حريه اكتر. اتعامل ازاي مع الغيره؟ اولا اعترفي بمشاعره، لما يقولك انت بتحب اخويا اكتر ما تقوليش كلام فارغ، قولي له حاسس كده ليه، تعالى نحكي، اساليه واديله مساحته يشرح. تاني حاجه اقضي وقت خاص مع كل طفل لوحده، وقت خاص حتى لو نص ساعه، تلعبوا تحكوا تسمعي له من غير ما اخوه يبقى موجود، ده بيديله احساس انه مهم وانه ليه مكان خاص عندك. ابعدي عن المقارنات تماما، ما تقوليش اختك انضف، قولي له ان انا مبسوطه انك بتحاول تلم لعبك. ركزي على سلوك الطفل نفسه مش مقارنه مع حد تاني. اظهري دايما العدل بشكل واضح، لو جبتي حاجه لاخوه قولي له اخوك خد ده علشان عيد ميلاده، ولما يجي دورك هنجيب لك برضو حاجه حلوه. اشرحي الفرق وخلي كل طفل يحس انه مش مهتم ولا منسي. علميه يعبر عن غيره، علميه يعبر عن غيرته بطريقه صحيحه. قولي له لو حسيت انك زعلان علشان حاجه تعالى قول لي بدل ما تعيط. اديله الجمل اللي يعرف يعبر بيها، زي انا زعلان علشان ماما ما ادتنيش زي اخويا، او كنت حابب اخد وقت اكتر. مثلا ادم عنده 5 سنين واخته ساره عندها سنه ونص، كل ما مامتهم تشيل ساره ادم يضربها. المفاجاه ان مامتهم بدات تفكر ادم مش بيكره اخته، هو بيحاول ياخد حضني، فبقت اول ما تشيل ساره تقول لادم تعالى خد حضنك الاول وبعدين تحضن ساره سوا، وبقت تخليه يساعد في لبس اخته، يجيب لها الببرونه، يشيل معاها اللعب. ادم اتحول من انه يبقى غيور لاخ كبير فخور ان دي اخته. في انشطه بتقلل الغيره: اولا لعب جماعي بيشجع التعاون، زي بازل كبير كل واحد فيهم ليه دور، مش بس مين هيكسب، لا هنكمل مع بعض. تاني حاجه رسم المشاعر: خلي الطفل يرسم هو حاسس بايه لما اخوه ياخد لعبه وسيبيه يعبر، الرسم بيفتح باب كلام كبير. تالت حاجه قصه قبل النوم عن الاخوات: اختاري قصص فيها اخوات بيحبوا بعض ويساعدوا بعض، زي قصه يحيى واخته او حسام وهدى في المدرسه. بلاش تعملي كده، ما تخليش الطفل الكبير يضحي طول الوقت، ما تقوليش انت الكبير لازم تسيب له كل حاجه. العدل مش معناه الطفل الكبير يتنازل، معناه ان كل واحد ياخد حقه. ما تعاقبهوش لمجرد انه بيغير، الغيره مش جريمه، الغيره مشاعر. لو ضرب او شتم عاقبيه على السلوك مش على الاحساس. ما تستخفيش بكلامه، لو قالك انا زعلان منك ما تضحكيش وتقولي له انت لسه صغير، كل مشاعره مهمه حتى لو كانت صغيره في نظرك. حاجات تعمليها بشكل دوري: اسالي كل طفل لوحده ايه اكتر حاجه بتحبها في اخوك، اعملي يوم خاص لكل واحد كل اسبوع او حتى كل شهر، خليه يختار هديه لاخوه وامدحيه لما يعمل كده. اكتبي له جواب صغير فيه جمله زي انا فخوره بيك بحبك جدا، وسيبيه يلاقيه تحت المخده. الطفل اللي حاسس انه محبوب بيغير اقل. في نقطه مهمه: الغيره مش هتختفي تماما، لكن احنا نقدر نخففها ونحولها لحب لما ندي الطفل الامان العاطفي. مش مهم ياخد نفس عدد اللعب، المهم يحس انه واخد نفس الاهتمام، الحضن، النظره اللي فيها حب. ابني مش بيغير علشان بيكره اخوه، هو بيغير علشان بيحبني وخايف اخوه ياخدني منه.